أنا مكسوفة قوي من اللي هحكيه، بس هو حصل وأنا صغيرة. يمكن الموضوع حساس شوية أو حساس جدا، بس أنا مش قادرة أكتم أكتر من كده. أنا اسمي نورة، عندي حاليا 30 سنة، واللي حصل ده من تقريبا 23 سنة فاتت. أيوة، من 23 سنة. أنا البنت الأولى لأمي وأول فرحتها. بابايا كان راجل صعيدي قوي وشديد شوية وغيور جدا. كان بيحب ماما قوي، وماما ست كانت مليانة أنوثة. بطبعها كان صوتها لوحده أنثوي، ده غير تقسيم جسمها، وهي كانت فرفوشة وعليها ضحكة. كانت ضحكتها ترن. كانت الستات قبل الرجالة يبصولها، وما كانش فيه مناسبة إلا ولما يتجمع الستات يطلب من ماما إنها ترقص وتشعلل الفرح. وكانت الستات تبصلها وتغير منها، وكأنها بيولعوا منها. بيولعوا منها، لأن هي كانت بالنسبة ليهم ملكة جمال، وكل الستات كانت شايفة جوازهم بيبصوا لماما ازاي. المهم أنا كنت 7 سنين، وكنت بنزل أحيانا مع ماما السوق، وبشوفها بتهزر وبتضحك وبتتعامل. أنا مكسوفة قوي من اللي هحكيه، بس هو حصل وأنا صغيرة. يمكن الموضوع حساس شوية أو حساس جدا، بس أنا مش قادرة أكتم أكتر من كده. أنا اسمي نورة، عندي حاليا 30 سنة، واللي حصل ده من تقريبا 23 سنة فاتت. أيوة، من 23 سنة. أنا البنت الأولى لأمي وأول فرحتها. بابايا كان راجل صعيدي قوي وشديد شوية وغيور جدا. كان بيحب ماما قوي، وماما ست كانت مليانة أنوثة. بطبعها كان صوتها لوحده أنثوي، ده غير تقسيم جسمها، وهي كانت فرفوشة وعليها ضحكة. كانت ضحكتها ترن. كانت الستات قبل الرجالة يبصولها، وما كانش فيه مناسبة إلا ولما يتجمع الستات يطلب من ماما إنها ترقص وتشعلل الفرح. وكانت الستات تبصلها وتغير منها، وكأنها بيولعوا منها. بيولعوا منها، لأن هي كانت بالنسبة ليهم ملكة جمال، وكل الستات كانت شايفة جوازهم بيبصوا لماما ازاي. المهم أنا كنت 7 سنين، وكنت بنزل أحيانا مع ماما السوق، وبشوفها بتهزر وبتضحك وبتتعامل، وبتفاصل بدلع شوية وبجدية شوية. وبشوف رجالة كانت تحاول تقرب، لكن الشهادة لله أو الحقيقة عمرها ما سمحت لحد يقرب منها. وكانت ست محترمة جدا، وده الحقيقة اللي أنا ما قلتهاش. كان في البيت اللي احنا ساكنين فيه ست اسمها نبوية. دي ضربت ماما قدامي، وأنا كنت بترعب منها. الست دي كانت مفترية، وجت فترة كل ما تشوفني تسألني وتخليني أدخل عندها البيت، وبعدين تقعدني قدامها وتقعد تسألني على تصرفات ماما واللي عملته في السوق والرجالة اللي بصت لماما وحاجات زي كده. وكنت برد عليها خوف. كانت تزعق فيا وتطردني وتنبه عليا ما أقولش لأي مخلوق إنها سألتني عن حاجة خالص. وجه يوم أسود عملت فيه نفس الحكاية وسألتني، لكن بعد ما خلصت قالت لي كلام، وقالت لي أحفظه كويس جدا وأقوله قدامها. وفضلت تحفظني الكلام وتخليني أسمعه 10 أيام ورا بعض. وبعدين طلبت مني أعيد الكلام زي ما أنا حافظاه قدامها هي وبابايا، وفعلا عملت كده. وكان الكلام إن ماما لما بتنزل السوق بتخلي رجالة تلمسها، وفي راجل بتدخل معاه جوه وبيطولوا شوية، وبسمع صوت ضحك وأصوات تاني، وبتسيبني بره، وبعدين تطلع توضب هدومها ونمشي. وأنا قلت كده قدام بابا، وكنت أساسا متهدبة من نبوية، وبابا سابني عند الست نبوية.
وسمعت صوت أمي لآخر مرة في حياتي وهي بتصرخ وبتقول إنها مظلومة، بس سمعتها وهي بتترجاه إنه يخليها تشوفني، يخليها تواجهني، لكنه رفض وكان واثق في كلامي وفي اللي أنا قلته، وهددتني نبوية إني ما أقولش الحقيقة، ووعدتني إنه لو ما قلتش الحقيقة مش هتعمل لي عملية الختان، لأن نبوية دي هي اللي ختنت بنت خالتي، فوعدتني إني لو ما قلتش حاجة هتضحك عليهم ومش هتعمل لي حاجة، ولو قلت هتعمل لي ده بأصعب طريقة ممكنة. صدقتها وعملت اللي قالت لي عليه. وبعد كام شهر جابت نبوية دي لأبويا ست علشان يتجوزها، وقالت لي أول ما تشوفي الست دي تجري في حضنها وتقولي ماما ماما، وكل ما تشوفيها تعملي كده، وإلا أنت عارفة. عملت زي ما قالت لي لحد ما اتجوزها أبويا، وطبعا أمي اختفت تماما من حياتنا. عرفت بعدها إنها هربت، أهلها كانوا عايزين يقتلوها وهي هربت، ومحدش عارف راحت فين ولا حصل لها إيه. لما كبرت كان نفسي أشوفها قوي، كنت عايزة أعرف حصل إيه في حياتها بعد اللي عملته فيا. أما أنا بقى فاللي حصل لي ما يتحكاش. وأنا عندي 16 سنة مرات أبويا أقنعت أبويا إنه لازم يتكتب كتابي وما ينفعش أقعد أكتر من كده، وده حصل. مش اتقرت فتحتي، لأ، اتكتب كتابي وبقيت متجوزة. نسيت أقول لكم اللي حصل من بعد ماما مشيت. طبعا في البداية كنت مقيمة أغلب الوقت عند الست نبوية اللي أبويا كان بيثق فيها ثقة عمياء. كانت نبوية دي ست مش كويسة أبدا، وشفت في متها حاجات صعبة قوي، صعبة على طفلة تشوفها. ورجعت بعد فترة بيت أبويا، بس لقيت شخص تاني. أبويا كان متغير تماما، بقى إنسان ضعيف منعدم الشخصية. مراته كلمتها عليه زي السيف، إنسانة متسلطة وما كانتش بتحبه بس كانت بتخدعه. أنا كنت دايما تحت الترابيزة بتاعت السفرة، شفت حاجات كتيرة قوي من مكاني ده، وكنت عارفة إنه في مكاني ده محدش هيدور عليا، فشفتهم على حقيقتهم وهم ما حسوش بوجودي لأني كنت غايبة عن عينيهم، لحد ما جسمي يبتدي يكبر. ومش بس جسمي اللي كبر، مخي كمان كان كبر. شفت مرات أبويا وهي بتخونه في سريره مع شباب صغيرة، وشفتها وهي بتسرقه، وشفت حاجات وقتها كنت فهماها لكن ما كانش ينفع أشوفها، وما كانش ينفع أتشاف إني شفتها. ما هو لما جسمي كبر ما قدرتش أفضل تحت الترابيزة، فاتشفت، وهنا كان لازم تخلص مني، وقررت تجوزني. وعلى فكرة هي عملت كده بس لما لقت إن عاشقها عينه مني أنا وعايزني أنا مش هي، فقررت تطيرني من البيت. واتكتب كتابي واتجوزت. كان شاب صغير مش راجل كبير، بس بالنسبة لي أنا كان كبير. هو وقتها كان 32 سنة وأنا 16 سنة، وفضل معايا 7 سنين. اتعلمت منه حاجات كتيرة جدا. كان جدع وحبني وأنا حبيته، بس هو ما كانش ماشي عدل. كان بياخد برشام وهو سواق نقل تقيل. عمل حادثة وهو سايق، ما طلعش منها، بس ساب لي حتة أرض كان ورثها عن أبوه، وفلوس خدتها من الشركة بعد وفاته، ومعاش، يعني سطرني من الآخر. وعملت المشروع بتاعي اللي عايشة منه دلوقتي، كوافير وبادي كير وضوافر وكل حاجة تخص البنات، وديني عايشة. بس سر أمي ده يمكن مخليني طول الوقت مش عارفة أدوق النوم. حسيت إني لازم أحكيه، لازم أنطق بيه ومفضلش ساكتة تاني.